سيد عبد الحفيظ، هذا أول تصريح يجب إصداره من الأهلي. مباراة إنبي شهدت كارثة. علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي على سوء أداء فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال مباراة أمس أمام إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الدوري المصري. وتعادل الأهلي مع إنبي إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مباريات بطولة الدوري المصري. ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط. وقال السيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر 2: أول تصريح يجب أن يصدر من النادي الأهلي هو أنه لا يوجد تجديد عقود أو زيادات للاعبين، والعقد الموقع سليم 100% ومستمر. ودعني أوضح لك معنى الأهلي أولا، وبعد ذلك يمكننا مناقشة الأمور الفنية. من الواضح أن هناك مشكلة، والأشخاص داخل النادي عليهم أن يتحدثوا دون خجل، لكن النتائج الحالية والأداء يشيران إلى وجود خلل ما. واليوم ارتكب ديانج ضربة جزاء غريبة، وهناك لعبة مشابهة حدثت مع تريزيجيه. وواصل: بالنسبة لي أريد معرفة السبب وراء أداء اللاعبين. في الشوط الأول لم يهدد إنبي مرمى الشناوي، بل كان الشناوي نفسه هو من خرج لهم دون مبرر واضح. وبالشوط الثاني كان بإمكان إنبي الفوز على الأهلي. وأنا أحب تريزيجيه جدا، فهو لاعب ذو شخصية مميزة ونظيفة، لكنه يتحمل عبء قيادة الفريق تحت ضغوط كبيرة، وقد وصل إلى مرحلة مرهقة من الضغط النفسي. ولن نحلل أداء الأهلي ولن نتحدث عنه الآن، ويجب أن يعرف اللاعبون أولا من هو الأهلي، وأن يفهموا معنى الأهلي وقميصه ومعنى الدوري والجمهور والفوز قبل أن نبدأ في تحليل الأداء. ونحتاج أن يدرك هؤلاء اللاعبون معنى الأهلي كونه ناديا يمتلك العقلية القتالية والشخصية القوية والروح والصرامة والرهبة والشراسة والنخوة، ويجب أن يفهموا معنى كل هذا قبل الحديث عن الأداء. ماذا يعني أن تلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بفريق مكون من 14 أو 15 لعيب فقط وتفوز بالبطولة؟ وماذا يعني أن تحقق لقب دوري أبطال أفريقيا رغم غياب الدوري المحلي؟ وعلى المسؤولين في الأهلي أن يوضحوا أن هذا ليس عيبا، ولا أعرف التفاصيل بالضبط، لكن هناك شيء خاطئ، وإحصائيات الشوط الثاني كانت كارثية.